عايز احكي لكم حكايه حلوه قوي النهارده. سنه 1922 كان في شاب اسمه والت شغال في جورنال صغير بيرسم كاريكاتير. في يوم من الايام المدير بتاعه قال له ايه، انت شخص مش مبدع ومالكش في الخيال. المهم ان والت ده صدق وساب الشغل شويه ولا جرب مشروعه الخاص، فتح استوديو وسماه لاف اوجرام فيلمز، حلم كبير بميزانيه صغيره. وفي 1923 الاستوديو فلس ووالت ده غرق في الديون. اي حد طبيعي مكانه كان هيستسلم، لكن والت قال والله ابدا. خد نفسه وطلع على هوليوود وبدأ من الصفر. ابتكر شخصية اسمها اوزوالد ذا لاكي رابت، والشخصية دي نجحت. لكن المشكلة شركة التوزيع سرقت الحقوق وضاع اوزوالد، ودي كانت الصدمة الكبرى. والت وقتها المفروض بقى ينهار تماما، بس لا، برضه مكمل شوية. سنة 1928 اخترع شخصية جديدة، مسك ورقة وقلم ورسم فار صغير ودنه مدورة. بس الفار ده قلب حياته لأنه بقى ميكي ماوس، ومن ورقة وقلم بقى عنده شركة، من فيلم كرتون بقى عنده امبراطورية. وفي 1955 فتح ديزني لاند، مدينة الأحلام. الغريب بقى إن كل ده بدأ منين؟ من فشل ومن رفض ومن نكسات متكررة. ودي كانت قصة والت ديزني. والت نفسه قال بعدها كل نكساتي كانت مجرد خطوات على طريق نجاح. تخيل بقى لو الحياه ما فيهاش غلطه، يعني اول كيكه تعمليها تطلع زي بتاعه الشيف الشربيني، اول مره تمسك فيها عود تبقى محمد عبد الوهاب، اول مره تفتح فيها بيزنس تبقى اغنى من محمد رمضان. ايه ده؟ مفيش قصه؟ فين الكوميديا يا جدعان؟ فين المشهد اللي هنقع فيه ونقوم ونقع تاني ونقوم لحد ما ننجح ونضحك على النكسات دي؟ الفشل هو البهارات، هو اللي بيخلي النجاح له طعم. يعني انت عمرك ما هتلاقي فيلم فيه بطل خارق من غير شخص شرير، هيبقى مفيش دراما. ده غير انك عمرك في حياتك ما هتحكي عن اليوم اللي انت عملت فيه كل حاجه صح، انت اصلا مش هتفتكر اليوم ده، لكن دايما هتفتكر اليوم اللي الدنيا اتطربقت فيه على دماغك وقدرت انك تقوم وتكمل. بس المشكله ان من واحنا صغيرين الكلمه دي بتبقى مرعبه. لو جبت 9 من 10 في الامتحان، ليه يا حبيبي ما جبتش الدرجه النهائيه؟ وقعت وانت بتتعلم تسوق العجله، يا ابني ركز شويه بقى. حاولت تعمل اكله باظت منك، هو ايه القرف ده وايه الهباب ده؟ احنا اتربينا غلط، احنا اتربينا على ان الغلط والفشل ده عار. لكن الحقيقه العلميه والله مختلفه تماما. بس قبل ما اقول لك مختلفه ازاي، انا عايز اقول لك ان ده مش من الاهل بس، باقي المجتمع نفسه من اعلام او مدارس كان بيصب الزيت على النار. في المدرسه مثلا وانت صغير تكتب كلمه في الاملا غلط، المدرس يكتبها لك بالخط الاحمر الكبير كده عشان خاطر تبقى شكلك وحش قدام زمايلك، وعشان خاطر تحس انك فاشل. يعني عمره ما قال لك كويس انك حاولت، لا، بيبقى كانك ارتكبت جريمه في حق اللغه العربيه. في البرامج التلفزيونيه افتكر كده مسابقات زمان، طفل يغلط في سؤال قدام الناس، مذيع يقول له للاسف غلط والموسيقى الحزينه تشتغل كأن الغلط ده نهايه العالم. حتى في الاعلانات كان في بعض اعلانات شامبو يوصل لك ان انت لو شعرك مش ناعم يبقى انت اقل جمالا، او الطفل اللي ما جابش 100% في الامتحان ويبين شكله انه حزين وزعلان والدنيا كلها اسودت في وشه. الرساله واضحه، الغلط بيساوي الفشل، والفشل عيب وعار. والنتيجه ان احنا اتبرمجنا ان احنا ندفن الغلط ده، اي غلطه بنغلطها بندفنها ونخاف نجرب. طب تعالى بقى اقول لك مفاجاه، ان العلم الحديث بيقول العكس تماما. في كتاب مايندست لعالمة النفس كارول دويك بتقول لك في نوعين من الناس، فيكسد مايندست وجروس مايندست. الفيكسد ده اللي بيشوف ان الغلط علامه ان هو شخص غبي، انما الجروس ده بيشوف الغلط علامه ان هو لسه بيتعلم. والنوع التاني ده عاده هو اللي بيكسب الحياه ببساطه، وده لان كل تجربه بتفشل فيها بتديك معلومه زياده. يعني الغلط هنا ما بيكونش نهايه، هو بيكون فيدباك. يعني تخيل معايا الطفل وهو بيتعلم المشي، بيقع كام مره؟ بيقع له اكتر من 200 مره. هل في حد بيقف يقول له خلاص يا حبيبي انت شكلك مش نافع في المشي، اقعد على كرسي متحرك؟ مفيش طبعا. الطفل بيقوم تاني وبيجرب تاني وبيقع تاني لحد ما ينجح. بس احنا لما بنكبر بننسى القاعده دي. ليه الفشل ساعات بيطلع اهم من النجاح نفسه؟ العلماء بقى لعبوا في الحته دي. في جامعه ستانفورد عملوا دراسه على طلاب بيحاولوا يحلوا الغاز. في مجموعه خدت الغاز سهله فحلوها بسرعه وكانوا مبسوطين، وفي مجموعه تانية خدوا الغاز صعبه فشلوا، وكل ما يحاولوا يحلوها يفشلوا. المفاجاه بعد شويه تدريب، اللي فشلوا في الاول ادائهم بقى اقوى بكتير من اللي نجحوا اول مره. ليه بقى؟ لان دماغهم دخلت في مود ازاي اتعلم من الغلط. يعني الفشل كان بمثابه ابجريد المخ. في كتاب بلاك بوكس ثينكينج للمؤلف ماثيو سايد، الراجل ده بيقول ايه؟ الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو الطريق الوحيد للنجاح. وهو جاب مثال من الطيران. انت عارف الطيارات بيخلوها امنه ازاي؟ مش بالنجاحات، لا، بالاخطاء. كل حادثه طياره بتحصل بيحققوا فيها وبيسجلوا كل تفصيله صغيره حصلت فيها ويتعلموا منها. وعلشان كده النهارده الطيران هو اكتر وسيله امنه في العالم. فكر فيها كده، لو كانوا كل مره طياره تقع قالوا خلاص كأن مفيش حاجه حصلت، او حاولوا ان هم يخبوا الغلط ده، كان زمان الطيران دلوقتي اخطر من العجل. لكن لا، هم خلوا الفشل هو المعلم بتاعهم. جون ماكسويل في كتابه فولينج فورورد قال حاجه حلوه قوي. الفرق بين الناس اللي بينجحوا والناس اللي بيفشلوا مش في عدد الغلطات، لكن في رد فعل كل واحد فيهم. الناجحين بيقعوا بس بيتعلموا وبيكملوا. يعني السر مش في انك ما تغلطش، السر انك تتعامل مع كل غلطه كانها مانوال جاي يعلمك.
طيب يا عم تيتو، عرفنا ان الغلط مش عيب، الغلط مش عيب، قول لنا بقى نعمل ايه بعد ما نغلط. هقول لك على خطوات معينه. اول خطوه بوست مورتم، ده مصطلح في الشركات الكبيره زي جوجل وامازون. كل ما بروجكت بيفشل بيعملوا جلسه بيسموها بوست مورتم او تشريح الجثه، بيقعدوا يسالوا ايه اللي حصل، ايه اللي وقع، ايه اللي ممكن نعمله احسن. الفكره انك ما تسيبش الفشل يعدي كده وخلاص، لازم تحوله لدرس مكتوب. تاني خطوه، خلي الفشل صغير وسريع. نرجع تاني لكتاب بلاك بوكس ثينكينج، بيقول الشركات اللي بتجرب بسرعه وبتغلط بسرعه زي جوجل مثلا، لما بتعمل مشاريع وبتقفلها بسرعه لو اكتشفت انها ملهاش لازمه او انهم غلطوا فيها، دول اللي بيتعلموا اسرع. يعني بدل ما تفشل في مشروع واحد بس عمرك كله، لا يا عم، افشل في 10 مشاريع كل شهر، على الاقل لو ما نجحتش تتاكد انك فاشل. تالت خطوه، اسال غيرك. انت لو فضلت تقيم نفسك بس هتتعمي عن الاخطاء اللي انت مش واخد بالك منها. حتى الرياضيين الكبار بيكون معاهم مدربين علشان بس يوروهم الغلط اللي هم مش شايفينه. وحتى في البيزنس شركات كتير بتجيب استشاريين مخصوص عشان يسالوهم احنا غلطنا فين. طبعا خطوه بقى ودي مهمه قوي، غير علاقتك مع كلمه خساره. في كتاب فولينج فورورد جون ماكسويل بيقول لك ايه، الناجحين مش بيشوفوا الخساره انها نهايه، هم بيشوفوها خطوه للامام. هو سماها حرفيا السقوط للامام. يعني حتى لو وقعت اقع لقدام، ما تقعش لورا. تخيلها كده، ارجع ايام زمان لما انت كنت بتقعد تلعب ماريو، لما بتيجي تقع في حفره معينه الجهاز ما بينفجرش في وشك، لا انت بترجع تعيد من الاول وخلاص، بتبقى عرفت مكان الحفره دي فين فما بتقعش فيها تاني. شوف يا معلم، قبل ما اختم عايز اقول لك حاجه بسيطه قوي. لو والت ديزني كان استسلم من اول فشل ما كناش عمرنا هنشوف ميكي ماوس. ولو العلماء كانوا خبوا كل غلطه في الطيران ما كانتش هتبقى الطياره امن من اتوبيس المدرسه. ولو الطفل وهو بيتعلم يمشي قال مفيش فايده كان زمان البشريه كلها ماشيه بكراسي متحركه. الفشل مش ضد النجاح، الفشل هو الطريق الوحيد للنجاح. في المرة الجاية اللي تغلط فيها قبل ما تجلد نفسك اسأل نفسك سؤال بسيط جدا، يا ترى الغلطة دي ممكن تفتح لي انه باب انا ما كنتش شايفه؟ يمكن يكون في ميكي ماوس جديد مستنيك وانت مش واخد بالك. دلوقتي بقى عشان ناخد خطوة عملية، تعالوا نعترف في الكومنتات وانا هبقى اول واحد يعترف معاكم ومحدش يتكسف. كل واحد يكتب ايه اغبى غلطة عملها في حياته. هو وقتها حس ان الغلطة دي كارثة، بس دلوقتي لما بيفتكرها بيضحك عليها. ويمكن تكون الغلطة ديت حد تاني يقراها وتبقى هي السبب انه يتعلم منها وما يقعش فيها زيك. وعلى رأي عمنا والت، كل نكساتي كانت مجرد خطوات على طريق نجاحي. انا تيتو ودي كانت رحلة وعي.